كتمت في زالنجة تمرد علني لقائد بنجوس ضد عبد الرحمن جمعة وصراع بتاعت قيادات بيجي فوق الشيخ سلف لأهالي دقله في وسط دارفور. تمرد يهز زالنجة الصف. صلاتك على النبي وشيرك ولايكك، ما تنسى المتابعة والاكسبلور، وخلونا نبدأ. على حسب المصادر وشهود أعيان، صراع كبير جدا بيضرب في صفوف ميليشيات آل دغلو في ولاية وسط دارفور بين قائد الحالي عبد الرحمن جمعة بركة الله قائد غلا، وقائد السابق محمد آدم بنجوس أيضا قائد ألا. بعد ما وصل الخلافات بين الاثنين ده لمرحلة إنهم بقوا ما بيسلموا لبعض ورفض الأوامر، بنجوس رفض الحضور على زالينجا أو مقابلة وفد اللي رسله عشان يقابله، واتخذ من دامر اسمه سمبسي مقرا، والمعلم انقرض في تعدين الذهب بمناطق الحدودية، وأعلن عمليا تمرد على القيادة الجديد وهو عبد الرحمن جمعة. وأيضا بنجوس رفض تعيينه قائدا لأحد المتحركات نحو تقوم كردفان أوامر مباشر من عبد الرحيم دغلو. خلافات تطور الجنوبية اللي كانت تمثل الصغل للإمداد البشري للميليشيا. أبناء وسط دارفور بيشوفوا إنه بنجوس هو الأحق بالقيادة بعد مقتل علي يعقوب في الفاشر، وكونه إنه يتم تعيين عبد الرحمن جمعة ابن ولاية غرب دارفور ده تجاوز كبير جدا. تجيبوا زول من جنينة وتحطه قدامنا. على حسب الموضوع ده حصل انقسامات وتفكيك داخلي غير مسبوق في وسط دارفور.